السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ احب الاول ان انا اشكر كل واحد معايا او كل واحدة معايا جداد في القناة. اهلا وسهلا بيكم، نورتوني وشرفتوني. شكرا على تعليقاتكم الجميلة وتفاعلكم الجميل. ربنا يخليكم ليا يا رب. واتمنى ان فيديو النهارده ان شاء الله يعجبكم، باذن الله هيعجبكم. ده فيديو من فيديوهات التوفير الجميلة اللي بتعجبكم وبتنال رضاكم. ان شاء الله المرة دي هيبقى احسن من اي فيديو توفير عدى، لان في الفيديو ده احنا هنتكلم عن حاجات كتير قوي، توفير وتربية وغيره. حد فينا ما يحبش يشوف ابنه او بنته احسن واحسن منه هو نفسه شخصيا 100 مرة؟ حد فينا ما بيفكرش في عياله للنهار؟ اعمل لهم ايه، ابسطهم ازاي، البي احتياجاتهم ازاي، وما خليهمش محوجين لحد ابدا؟ انا نفسي اربي ولادي صح الصح، نفسي اربي عقول تعرف تفكر وشخصيات تقدر تصدر قرار او تاخد قراراتها بنفسها وتتحكم في مستقبلها صح. انا مش هربي بطون وبس، انا هربي فيهم العقل والشخصية والمسؤولية، وازاي يواجهوا المجتمع ويتعايشوا معاه. اربيهم ازاي يختاروا صح. وعلشان احقق كل ده انا فكرت في فكرة النهاردة، وقلت لازم اشارككم الفكرة اللي جت في بالي وانا بدأت اطبقها بالفعل. تمام، ماشي. الفكرة دي سايبة أثر جوايا كبير جدا، وقلت لازم أشارككم بيها. يمكن الفكرة دي تخلي الصيف ده مختلف ليا وليكم. الامتحانات قربت تخلص والصيف على الأبواب. بعد الامتحانات عندنا أجازة عيد، وبعد أجازة العيد عندنا 3 شهور كاملين أجازة، 90 يوم. 90 يوم ممكن يضيعوا على الموبايل أو يتحولوا لأجمل فرصة في عمر ولادنا. ليه ما ندهمش فرصة إنهم يبقوا أحسن وأحسن من السنين اللي فاتت؟ إيه هي الفرصة اللي هنديها لهم دي؟ يشتغلوا. يشتغلوا. واحدة هتعلق لي دلوقتي وتقول لي يشتغلوا؟ انت عايزة عيالنا يشتغلوا؟ يشتغلوا ازاي؟ هو انت ما سمعتيش عن اللي بيحصل؟ هو انت ما سمعتيش اللي حصل في المدرسة والراجل عمل ايه مع الطفل؟ هو انت ما شفتيش تمثيلية لام شمسية بتاعت أمينة خليل؟ شفت التمثيلية وسمعت اللي حصل في المدرسة، كل ده أنا عارفاه. دي أكبر حاجة تخليني أتمسك بكلامي وأتمسك بفكرتي وخطط لها صح وأنفذها، وفعلا إن شاء الله هنفذها، ولازم تنفذوها معايا. إزاي؟ تفتكري يا روح قلبي طول ما انت مقعدة ولادك جنبك في حضنك انت كده محافظة عليهم وصيناهم؟ انت كده محافظة عليهم ان ما يجرالهمش حاجة من اللي سمعنا عنها او شفناها؟ بالعكس، طول ما هم قاعدين في حضنك معرضين ان يجرالهم الحاجة دي اكتر واكتر واكتر. انا لازم اشغل ولادي، اشغل ولادي. هقدر ان انا اخد بالي منهم في حاجات كتير جدا اكتر من ما يكونوا قاعدين في حضني. اعمل ايه؟ اولا عن طريق الشغل انا هربيهم صح. ازاي؟ يحكولي كل حاجة، لازم اقرب ولادي مني، لازم اخليهم يحكولي كل كلمة وكل حرف بيجرالهم بره، عشان اوعيهم واعرفهم في كل موقف، سواء كانت المواقف اللي في بالكم او مواقف تانية عادية او اي مواقف مشابهة. اعرفهم ازاي يتصرفوا وازاي ياخدوا موقف وازاي يبقى رد فعلهم. هما مش هيقدروا ان هما يعملوا رد فعل مع حد او ياخدوا موقف مع حد طول ما هما ما تعرضوش لاي مشكلة او اي موقف. طول ما هما قاعدين في حضني هما ما تعرضوش لحاجة، ما عرفوش ياخدوا قرار، ما عرفوش يتصرفوا صح. لازم يحتكوا بالعالم الخارجي والمجتمع الخارجي عشان يعرفوا يحتكوا يتعاملوا صح. ده مش كلام نظري، بالعكس ده كلام عملي، ولازم ان انا اطبقه في حياتي وحياة ولادي. لازم اولا انا هشغل ولادي مع حد ابقى عارفاه وواثقه فيه جدا جدا جدا. ده في الاول. انا استحاله هبدا ان انا اشغل ولادي عند حد ما اعرفوش. انا هشغل الصبيان والبنات. الصبيان باباهم، خالهم، عمهم، جدهم. هل معنى كده ان مفيش خوف من الخال او العم او الجد؟ لا، فيه، بس دي ناس ممكن تحافظ عليهم اكتر من الغريب شويه، واكون معوده ابني انه يحكي لي بالتفصيل الممل كل حاجه بتحصل وبتدور بره،
وأعرفه يعمل إيه، ولو حصل إيه يتصرف إزاي، ولو حد قال له إيه يرد بإيه، وهكذا. طب وبنوتي أشغلها مع عمتها، مع خالتها، مع أختها لو أختها بتشتغل، حد أكون واثقة فيه جدا جدا جدا. ولو أنا بشتغل في مكان ممكن أخدها أشغلها معايا في المكان ده. تمام؟ طيب، شغل الأطفال سواء صبيان أو بنات، أنا هستفيد منه إيه؟ بالشغل ده أنا هضرب 4 عصافير بحجر واحد بس. اللي هم إيه العصافير دي؟ أول حاجة، أنا هعرفهم إزاي يتعاملوا صح في المواقف المختلفة. أول حاجة هيتعلموها إزاي يتعاملوا صح. أي موقف يتعرضوا له أعرفهم يقولوا إيه ويردوا بإيه ويتصرفوا إزاي ويتعاملوا إزاي. يبقى أنا كده ربيت فيهم إن هم القدرة على التصرف. دي أول حاجة. تاني حاجة، أنا هعودهم إن أنا وهم نبقى واحد، شخص واحد. أنا هقرب منهم عن طريق الحكاية دي وهم قاعدين معايا في البيت. ماما حبيبتي اللي بتحط لنا الاكل والشرب وبتدينا المصروف، مفيش اي حاجه حصلت لهم عشان يحكوها لي ولا انا احكيها لهم ولا الكلام ده. انا هقوي صلتي بيهم وعلاقتي بيهم عن طريق الموضوع ده، ان هم يبداوا يحكوا لي وياخدوا عليا وما يخبوش عني ولا كلمه ولا تنتوفه تحصل لهم بره البيت. تالت حاجه، انا هحافظ على مخهم وعقلهم اللي ضايع قدام الموبايلات طول الاجازه. هيفضلوا قاعدين قدام الموبايلات والتكنولوجيا اللي خاربة عقولهم، اللي مضيعة نظرهم؟ لا طبعا، لازم يستفادوا بالوقت صح، ويستفادوا بحاجة تنفعهم وتنفع مستقبلهم وتنفعنا احنا كمان. صحتهم ليها قيمة كبيرة قوي عندنا ان احنا نحافظ عليها. صح ولا غلط؟ رابع حاجة، واللي خلتني اتكلم عن شغل ولادنا في فيديو التوفير، ان هم هيكسبون فلوس. صح ولا غلط؟ الفلوس دي نصها هم ياخدوها، هيقبضوا بالاسبوع يقبضوا بالشهر حسب ما يقبضوا. نصها هم ياخدوها مصروف ايدهم الشخصي، انا ماليش دعوه بيه، هم احرار فيه. والنص التاني انا اخده منهم واحوشه لهم واجيب لهم بيها النواقص اللي ناقصاهم في الدراسه: شنطه للمدرسه، كتب خارجيه، كشاكيل، مقدم فلوس درس، وهكذا. ماشي؟ طيب، قلت لكم هنضرب 4 عصافير بحجر واحد، عصفوره 5 كمان. هيحسوا بقيمة الفلوس اللي جاية من عرق جبينهم أو من شغلهم أو من تعبهم، غير إحساسهم بالفلوس اللي أنت بتديها لهم. اللي أنت بتديها لهم دي بتيجي وبتروح، هم مش حاسين بيها. إنما اللي هما بيشتغلوا بيها ويحسوا بيها هيحسوا بلذة الفلوس دي وطعامتها، هما بيقبضوها بعد شغل وتعب. هيحسوا بقيمتها لأن هما تعبوا فيها لحد ما كسبوها. اللي بيجي ببلاش بيروح بلاش. مهما سبت لهم فلوس ومهما عملت حسابك للزمن وبنات لهم مستقبلهم، فلوس، عقارات وغيره، كل ده هيروح في الأرض، هيروح في الهوا لو هم مش تعبانين فيه ومش حاسين بيه. لازم يحسوا بالقرش ويعرفوا هم نفسهم يجيبوه، ويعرفوا إن القرش جاي بصعوبة، وبالتالي يحافظوا عليه ويحاولوا يربوا ده ويغرزوا ده جوه ولادهم زي ما احنا بنعمل معاهم. صح ولا غلط؟ الفكرة مش بس توفير، الفكرة تربية. الفكرة ان كل واحد في البيت يبقى له دور، يبقى له معنى. انا مش بس وفرت، انا كمان ربيت، انا اسست جيل يعتمد على نفسه بعدين. قولي لي انتي، ما نفسكيش تشوفي ابنك او بنتك كده؟ لو الفكرة عجبتك دوسي لايك واعملي شير، وخلي صيفهم السنة دي يفرق معاهم ومعاكي. شكرا ليكم، واشوفكم الفيديو الجاي، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. وما تنسوش اللايك والشير يا حبايب قلبي. مع السلامة.